السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخواتي أخوتي المتتبعين. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبأحسن الأحوال. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم فيديو جديد نشارك معكم سيمنات كيجيو رائعين أخواتي معمرين في الفران. كما كتشوفوا ندوز معكم المقادير وطريقة التحضير. هنا عندي 3 الكيسان ديال دقيق الفورس ونص الاخر كنديرو فينو اولا سميد رقيق اخواتي ديال الحرشه. هانتوما الفينو ولا السميد رقيق اخواتي، معلقه مع مراش، تقريبا معلقه صغيره ديال السنيده، واحد الخماره، واحد المعلقه ديال الخل اخواتي، والملحه كتبقى على حسب الذوق، واحد بيض بيضه، والصفر كنحتفظوا به اخواتي للتزيين، وكنجمع بالماء عادي، نجمع العجين اخواتي. نتمنى نكون عاد حسن الظن ديالكم، وهاد الخطره راني تعطلت عليكم اخواتي، سامحوني حيت التليفون ديالي كان خسر ليا التليفون، هذاك الشيء علاش تعطلت عليكم. نتمنى ان شاء الله عاود احمد ان شاء الله. وهنا غنجمع العجين ديالي ونرجع معكم. هنا كما كتشوفوا بعد ما جمعت العجين ديالي غندلكها واحد شويه ونرجع معكم. هنا بعد ما دلكتها غادي ندهنها بشويه ديال الزيت وغنغطيها نخليها ترتاح وندوز معكم الحشوه. نتمنىكم اخواتي تشجعوني وخليوا لي تعليق زوينه فضلا وليس امرا، جزاكم الله خيرا. ربي يسهل على الجميع يا ربي، والله يسهل نشري تليفون جديد ان شاء الله. كما كتشوفوا عندي واحد البصيله شلطها، عندي واحد القريعه كرجيت محكوكه، واحد خيزوه كبيره محكوكه، عندي الملح على حسب الذوق، وعندي الزيت، وواحد جوج فصوص ديال الثومه الا كانت بودره افضل. حتى هذه راه ما بانت ما والو، جات الحشوه لذيذه اخواتي، حشوه اقتصاديه. هنا كما كتشوفوا عندي في العطريه عندي البزار، عندي هنايا الحار الا بغيتو ديروا الحار ولا ديروا سميتو هو ديروا الحار، ولا اللي ما كياكلش الحار ديروا العطريه ديال الحوت. عندي تحميره، الخرقوم، وقزبور حبوب. هادشي اخواتي اللي عندي في العطريه. اللي كيبغي الحار يدير الهريسه اخواتي، اولا العطريه ديال الحوت حتى هي راه كتجي لذيذه اخواتي في هذه الحشوه. هنا كما كتشوفوا عندي هنايا الصدر ديال الدجاج، كفته ديال الصدر ديال الدجاج اخواتي، وكيبقى لكم الاختيار ديروا اللحم ولا ديروا لداند، كيبقى لكم الاختيار اخواتي. هنا غنخلي هاد الخضره مع هاد الكفته اخواتي، نحل هاد الكفته مزيان، ضروري اخواتي تحليوها بهذه الطريقه، وكنخليها تشحر حتى كتنشف ليا اخواتي من الماء، كيبقاش فيها الماء. كما كتشوفوا راه كنحرك، كما كتشوفوا كنحل هذيك الكفته. هنا كنزيد الزيتون مقطع، واحد نص حامضه مصيره، عندي هنايا الشعريه الصينيه كما كتشوفوا راني درتها في الماء حتى طلقات وقطعتها. المهم كما كتشوفوا الحشوه راه طابت، غنحيدها اخواتي من فوق النار. زدت المعدنوس اخواتي، وكنخلي هاد الحشوه هذه تبرد، ندوز باش نصايب معكم العجين اخواتي. هنا كما كتشوفوا غندير الخلطه ديال، هنا كما كتشوفوا الزيت اللي يسرح ليا اخواتي المسمن. كنزيد هنايا 3 المعالق ديال النشا، اللي بغى الزبده يدير الزبده يديرها. انا كندير هاد النشا كتجي ليا اخواتي مسمن، ولا كيجي مقرمش وكيجي رائع اخواتي. جربوا هاد الطريقه هذه، يمكن لكم ديروا الزبده اخواتي. هنا كما كتشوفوا العجينه بعد ما ارتاحت كتجي رائعه اخواتي.
نتوما العجينه بعد ما ارتاحت كنجمعها. كنستعمل شويه ديال الزيت باش نقطع هاد العجينه اخواتي كويرات صغيره، حيت غندير وحده فوحده باش كتجي تعطيني ديك الطريقه اخواتي ديال المسمن. ديروا كويرات صغيره، يمكن لكم ديروا غير وحده، انا كندير لهم هاد الطريقه اخواتي. انا طريقتي كنشاركها معكم. هنا بعد ما قطعت الكويرات ديالي كما كتشوفوا دهنتهم شويه ديال الزيت وغنبدا نسرح اخواتي. نبدا بالاولى اخواتي، يمكن لكم نتوما تخليوهم حتى يرتاحوا على خاطرهم، ضروري ترقوا العجينه اخواتي. المهم انا غنستمر بهذه الطريقه اخواتي، وكما قلت لكم اللي بغى يدير غير وحده يديرها، راه حتى هما كيجيو رائعين اخواتي. المهم انا هذه الطريقه هذه كيعجبوني مورقين اخواتي. المهم غير ما يجوش مدقسين، كترقوهم بهذه الطريقه هذه باش ما كيجوش مدقسين. وخليكم معايا باش تشوفوا الشكل النهائي ديال هاد المسمنات، كيجيو رائعين اخواتي. ديروا ان شاء الله الكوتي او الرمضان ان شاء الله، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه وباش ما كتمناو. كما كتشوفوا كنتمنىكم تشجعوني اخواتي، هادشي اللي كنتمنى. كما كتشوفوا غنسرح الثانيه وكندير فيها الاولى اللي سرحت معكم. كما كتشوفوا انا كندير هاد الطريقه هذه. جربوا اخواتي هاد الطريقه راه كتجي رائعه. ودائما كنقول لكم اللي بغيتوني نشاركها معكم خليوا لي في التعاليق. جزاكم الله خيرا اخواتي. ديروا لي لايك الفيديو باش الفيديو ديالي يتشاف. جزاكم الله خيرا. فاش كتكون العجينه مرتاحه راه كتساعدكم دغيا كتسرح اخواتي. المهم هنا غنستمر حتى كنسرح، حتى كنورق العجينه ديالي كامله. كنبغيش الفيديو يجيكم طويل اخواتي، واخا كتقطع معليش راه ما كتبانش اخواتي. كما كتشوفوا بعد ما سرحت العجينه ديالي ورقت العجينه ديالي كامله اخواتي، هنا كنعمرها بالحشوه. الحشوه بعد ما بردات ضروري اخواتي تخليو العجين داك الحشوه حتى تبرد باش ما كتقطعش لكم العجين اخواتي. المهم كنديرها على الطريقه هذه. كتحاولوا تسدوا دوك الجوانب اخواتي باش ما تخرجش لكم الحشوه في الفران، ضروري اخواتي. المهم هنا كندير واحد الزيتونه الوسط ونضغط كما كتشوفوا. المهم انا غنستمر حتى نعمر العجين ديالي كلها اخواتي. وانتم خليو العجينه، انا ما خليتهاش هنا ارتاحت، خليوها حتى ترتاح باش كتعطيكم الطوع اخواتي، تتسرح لكم دغيا. كنحاول نسرحها كما كتشوفوا. هاد الحشوه هادي راه كتجي لذيذه، جربوها بهاد الطريقه اخواتي. كما كتشوفوا راه كنسد الجوانب وكندير هذيك الزيتونه كما كتشوفوا راه كيجيو رائعين اخواتي. نتوما كتجي ديك الطوريقه اخواتي بحال الورقه ديال البسطيله اخواتي. هاد المسمنات
هنا كما كتشوفوا بعد ما ورقت العجينه ديالي كامله وعمرتها كما كتشوفوا، هنا كندير واحد القطيره ديال الزيت هي مع داك الصفر ديال البيض، كتعطي واحد البريو زوين اخواتي في المعجنات ديالكم مع المسمن، سواء قريشلات سواء القرص سواء اي حاجه درتوها ديروا فيها واحد شويه واحد قطيره ديال الزيت، كيتعطي واحد البريو اللي هو رائع. وكما كتشوفوا راني دهنت المسمنات ديالي بالصفر ديال البيض، درت فيه واحد شويه ديال الخل، راه ما بانش، قطيره ديال الخل باش كتحيد ديك الزفوره. والتزيين كيبقى اختيار، يمكن لكم تدهنوهم غير بالصفر ديال البيض وتخليوهم. انا درت لهم واحد شويه ديال الزنجلان اولا الخشخاشه ولا البافو اخواتي. والتزيين دائما كيبقى اختياري. هنا راني شعلت الفران اخواتي سخون ونقصت ليه وخليتهم يطيبوا على خاطرهم، كيطيبوا مزيان وكيجوا مورقين. خليكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديال هاد المسمنات اخواتي. كندير غير شويه ديال الزنجلان كما كتشوفوا، وندخل هاد الطاوه ديالي الاولى للفرن. هنا كما كتشوفوا الطاوه الثانيه بعد ما دهنتها، هنا طابت الطاوه الاولى اخواتي كيفاش كيجيو، راه كيجيو رائعين، واحد الريحه طالعه منهم اخواتي كتجي لذيذه. هاد الحشوه هانتوما كيفاش جاو مورقين، واخا راه درت وحده فوحده جاو مورقين اخواتي. هانتوما طيبين على خاطرهم، طيبين مزيان. تحاولوش تجهدوا النار اخواتي باش ما كيجيوكمش معجنين كيتلهبوا لكم غير من الفوق وما كيطيبوش من الداخل، راه طيبين على خاطرهم. هانتوما جاو رائعين اخواتي. هانتوما انا كنت درت لكم الصوت راه حنا حيت حدايا الدراري اخواتي، الصداع ديال الدراري وداكشي ما كيتسمعش، كاين الضجيج داكشي علاش كون خليت الصوت تسمع بقرميشه كيفاش كيفاش دايره اخواتي. جربوهم وغتحكموا ان شاء الله بالصحه والراحه. انتما انا كنشارك معكم غير الحويجات اللي زوينين، الحويجات اللي كنجربهم وكيجيو زوينين هما اللي كنشارك معكم اخواتي. وشكرا لكم وجزاكم الله خيرا كاع اللي كيشوف الفيديوهات ديالي، شكرا ليه بزاف. نتمنى التشجيعات ديالكم اخواتي. هنا الطاوه الثانيه تاي بعد ما طابت. هانتوما كنحاول نبين لكم كيفاش كيجيو اخواتي، راه كيجيو مقرمشين، انا كيعجبوني الصراحه. اي حاجه كتعجبني راه كنشاركها معكم اخواتي. هانتوما ايوا هادو هما المسمنات ديالي اخواتي. هانتوما شكرا لكم، هانتوما كيفاش كيجيو. شكرا لكم اخواتي، جزاكم الله خيرا بالصحه والراحه. هانتوما كيفاش جات العماره.